كلنا شفنا افتتاح المتحف المصري الكبير. تعال اقول لك شفت ايه في اكبر متحف في العالم متخصص في حضاره واحده، وهقول لك في اخر الفيديو اسعار التذاكر والباركنج وكل التفاصيل. اول حاجه هتقابلك لما توصل المسله المعلقه الوحيده في العالم، تحفه معماريه بتخليك من اول لحظه تحس انك داخل مكان مش عادي. هتكمل شويه لحد ما توصل للبهو العظيم، وهناك هيستقبلك تمثال رمسيس الثاني العملاق اللي وزنه اكتر من 80 طن واقف وبيرحب بيك بنفسه. بعدها هتشوف الدرج العظيم، مساحته حوالي 6000 متر مربع وارتفاعه 6 ادوار، وانت طالع هتعدي على 70 قطعه ضخمه من التماثيل الملكيه والتحف الفريده اللي منها معروض لاول مره في التاريخ. في نهايه الدرج العظيم هتتفاجئ بفيو مش طبيعي على اهرامات الجيزه مباشره. هتمشي في رحله 3000 سنه من غير اي فواصل. جوه المتحف هتلاقي 12 قاعه تاريخيه من اول ما قبل التاريخ مرورا بكل العصور في مصر لحد العصر اليوناني والروماني. وطبعا قاعه توت عنخ امون العملاقه مساحتها 7000 متر مربع وفيها اكتر من 5000 قطعه اثريه من مجموعه الملك الكامله. المجموعه دي بتتجمع في مكان واحد لاول مره في التاريخ من يوم اكتشافها. طبعا اشهرهم قناع توت عنخ امون الذهبي، واحده من اقيم واهم القطع الاثريه في العالم. المتحف المصري الكبير فعلا عملاق، مساحته حوالي نص مليون متر مربع وبيبعد 2 كيلو متر بس من هضبه الجيزه. المشروع ده بدأ من اكتر من 17 سنه وتكلف اكتر من مليار دولار، حوالي 58 الف قطعه اثريه عشان يكون اكبر متحف اثري في العالم مخصص لحضاره واحده. اما اسعار التذاكر فهتكون 200 جنيه للمصريين و1450 جنيه للاجانب، وفي فئات كتير ليها تخفيض او استثناءات هتلاقيها مكتوبه في الكابشن تحت. وطبعا ممكن تحجز اونلاين من الموقع اللي هتلاقيه برضه في الكابشن. وفي النهايه ما تنساش تعمل فولو عشان ما يفوتكش الفيديو اللي جاي.